تتم عملية منح الدرع، سيمنح الدرع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي رقشة. هنيئا لكل المكتب الجامعي، هنيئا على الصور الجميلة اللي تبعنا في هذا الحفل الختامي. إذا لحظة التتويج، لحظة رفع الدرع، بطولة رقم 18، بطولة رقم 18 لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، سيتم تسليمها للاعب بالربح. إذا محمد بالربح، ولحظة تسليم الدرع رفقة رئيس فريق الوداد الناصري. إذا مبروك 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 عليك يا وداد، مبروك عليك يا وداد. لحظة التتويج، لحظة تاريخية، بطولة رقم 18. هنيئا لفريق الوداد ولكل مكونات الوداد في المدرجات. أكيد فرصة من أجل رصد هذا اللحظة التاريخية الاحتفالية للبطولة الوطنية بنظام الاحتراف في الموسم الرابع. إذا مبروك للوداد، هنيئا لفريق الوداد، هنيئا لكل مكونات الوداد، هنيئا لكل مكونات الوداد. هستيريا أكيد في المدرجات كما قلت، لا صوت يعلو فوق صوت الوداد. بيضاء وحمراء ودادية، اليوم لحظة احتفالية بلقب البطولة الوطنية. إذا اللحظات أكيد ستبقى الراسخة في ذهن الجمهور الودادي وكل مكونات الوداد، المطالبة باستثمار ما وصل إليه فريق الوداد للعودة للواجهة القارية والعالمية. أكيد تصحيح الأخطاء التي ارتكبت هذا الموسم، سواء على مستوى الانتدابات أو على بعض الأمور التي جعلت فريق الوداد بعض اللحظات يعيش فترة فراغ، لكن عاد من بعيد الوداد وحقق البطولة المستحقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذا هنيئا لفريق الوداد الرياضي، هنيئا لجمهور الوداد. ولكن سأترككم مع هذه الصور الجميلة واللحظات الجميلة كذلك على مستوى المدرجات. احتفالية كبيرة، احتفالية كبيرة لجمهور الوداد. هذا دائما لحظة الانتشاب الدوري الوطني الاحترافي موسم 2014-2015. إذا لقب آخر ينضاف لحصيلة الوداد الرياضي البيضاوي.